أحلى حاجة بعد الفطار. كل سنة وانتم طيبين وداخلين على رمضان وفاضل أيام ويجي ويهل علينا. يلا بقى نعمل حاجة خفيفة وسهلة وتكون حلوة وناكلها كده وكمان مغذية جدا جدا، وهقول لكم على أسرار وليه بقول إنها مغذية جدا جدا. أول حاجة ما تنسوش نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونكتر كده من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، علشان إحنا في أيام مفترجة. وإيه، والصلاة على النبي بتفرج الهموم والله العظيم، وتفرج الكروب وكل حاجة. ربنا ييسر لكم أمركم يا رب. يلا بقى، لو أول مرة بتشوفوني، أنا أمنية ودي قناتي حكايات في المطبخ. سموا الله ويلا خشوا معايا على المقادير. أنا هنا جبت كيلو من الحليب، وجبت كمان حوالي كوباية من الفراولة، طحنتها في الخلاط من غير ولا مية ولا سكر ولا أي حاجة خالص. وبعدين نزلت على الحليب بكوباية الفراولة المطحونة، وبدأت أحط بقى المقادير اللي هتخلي المهلبية دي في حتة تانية خالص. ضفت معلقتين من الدقيق، أي معلقة عندك تكون كبيرة، وكمان معلقتين من النشا، ما تخافيش من الدقيق خالص خالص. وكمان ضفت عليهم معلقة كبيرة من الكريم باتسري أو كريم باستري، مش عارفة انتوا بتقولوا عليه ايه، المهم يعني لو موجود عندك. وكمان معلقة من النيدو لو موجود عندك، مش النيدو اللبن يعني، البودر. وكمان معلقة من الكريم شانتيه، ده هيخليها كريمي جدا، والسر الخطير في ان هو يخليها جيلي مش مهلبية. ايه هو بقى يا ست البنات؟ هقولك، هتجيبي من عند العطار مثلا حوالي تمن كده، او تقولي له عايزه ب20 جنيه مثلا جيلاتين بودر. الجيلاتين البودر زي ما انت شايفه كده، ده ما بيعملش لون، بس مغذي جدا جدا يا بنات. يعني الناس اللي مش بتحب الكوارع زي كده وطبعا احنا داخلين على بقى هشاشة في الركب وحاجات الفظيعة دي، فاستخدموا كتير الجيلاتين لانه صحي ومفيد جدا جدا. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت كمان فانيليا، ورفعتها على النار لحد لما بكبكت وبقت تمام وخلاص بقت تقيلة. هنا الجيلاتين ده هيخلي فيه تماسك ليها، وعلى فكرة ممكن تحطيه كمان نص معلقة على الزبادي، بيدي تماسك للزبادي وبيخليه حلو جدا جدا. وده سر القوام الكريمي بتاع دانون والحاجات دي، في ان هو ما بينزلش ميه كتير زي ما احنا بنعمله في البيت. طيب، بس يا ستي، المهم انا هنا صبيت غرفت الفراوله اللي هي مهلبيه الفراوله، وكان عندي شويه كده من الفراوله قطع صغيره، بدات ارصها فوق المهلبيه بعد ما بردت تماما. لازم تكون بارده تماما، ما ينفعش تشتغل فيها وهي سخنه. وكنت حطيت 2 باكت من الجيلي، وحطيت عليهم كوبايتين ميه من الميه المغليه، وقلبتهم كويس جدا. ولما بردوا خالص، برد الجيلي برد، ما ينفعش يبقى سخن، يعني ممكن يبقى دافي. هنا طبعا عشان الولاد انا اضطريت احطه، وهو كان دافي شويه وكان لسه بيطلع شويه بخار كده، بس يعني هو كان برد. بدات احط بقى الفراوله، وبعد ما خلصت الفراوله نزلت بقى بالجيلي واحده واحده وبالراحه خالص، عشان ما يبقاش مهلبيه بالجيلي بالفراوله، تبقى عك خالص يعني. بس يا ستي، لو كنت وصلتي لحد هنا لازم لازم تعملي لي لايك وتسيبي لي كومنت جميل علشان يشجعني انزل لك حاجات تانية. لو مش عايزه تشجعيني فخلاص، شكرا واشكرك بشده من كل قلبي، انا مش هستمر. والله بشكركم جدا، انتوا كلكم اخواتي وكلكم على راسي. اتمنى الوصفه تعجبكم، ويا ريت تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا شير كتير كتير كتير. هتنزلي بالجيلي بالراحه لحد لما تملي الاطباق زي ما انت عايزه. وانا كان فاض عندي شويه جيلي، عملتهم في الطبق الصغير الاخير، وحطيت عليهم كمان قطع الفراوله اللي كانت فايضه، لان احنا هنا بنحب الجيلي جدا. الجيلي يا بنات مهم جدا، بذور الشيا مهمه جدا، بذور السمسم مهمه جدا. بعد سن ال40 الحاجات دي مهمه لصحتك جدا جدا جدا. يا ريت لو تقدري تاكلي كل يوم كوبايه زبادي، وتحطي عليها حبه البركه، وتحطي عليها شويه سمسم، وتحطي عليها كمان بذور الشيا لو متوفره عندك. لو مش متوفره عندك فدول كفايه. والله يا جماعه الكلام ده انا بقوله لكم، بقوله لنفسي كمان. ربنا يديكم الصحه وطولة العمر. احنا كلنا طبعا مخوخين وفي ايام صعبه، فربنا يحفظنا جميعا يا رب. واتمنى ان الوصفه كمان تعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.